لو قلت لك إن في عشبة بتشتغل زي البروزاك ومضادات الاكتئاب بس من غير أعراض جانبية هتصدق؟ عشبة القديسين أو عشبة القديس يوحنا بتشتغل زي مضادات الاكتئاب اللي اسمها SSRIs، وهي بتشتغل بإنها بتمنع امتصاص السيروتونين والدوبامين في المخ، فمودك بيتظبط ومخك بيروق، وكل ده من غير وصفة طبية. وزمان كانت الناس بتحبها جدا لأنها بتشتغل بسرعة وملهاش أعراض انسحاب زي معظم مضادات الاكتئاب. بس فيها مشكلة واحدة، إن أنت لو خدتها مع أدوية تانية هي بتعلي إنزيمات الكبد، فبتخلي الجسم يتخلص من الأدوية التانية بصورة أسرع، كأنك ما بتاخدش الأدوية التانية دي. وخلي بالك يا صديقي، العشبة دي ممكن تفيدك لو اكتئابك خفيف أو موسمي، لكنها مش بديل عن مضاد الاكتئاب لو الاكتئاب اللي عندك قوي. وطبعا ما ينفعش أبدا ناخدها مع مضادات الاكتئاب التانية، فلازم يا صديقي تستشير معالجك النفسي أو الدكتور بتاعك قبل ما تبتدي تاخدها. ولو عايز تأثير أفضل للنوم وتحسن مودك، اخلط عشبة القديسين مع شوية كركديه أو ينسون أو بابونج أو بردقوش، هتلاقي مودك اتحسن بشكل لحظي. ما تنساش تقولي في الكومنتات هل جربتها قبل كده أو تعرف حد جربها وتأثيرها عليه كان عامل إزاي. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو.